السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الفرق بين to و very. كلمتين مهمين جدا بمعنى جدا وبيجوا قبل الصفة، لكن كتير من طلاب الصف الرابع الخامس السادس الاعدادي الثانوي ما يعرفوش يفرقوا امتى نحط to وامتى نحط very. الاتنين معناهم جدا وبيسبقوا الصفة. طيب نفرق ازاي؟ كلمة to بتيجي مع الحاجات السلبية، يعني الحاجات السلبية اللي مش كويسة، وكلمة very بتيجي مع الحاجات الكويسة او الجود. يبقى to بتيجي مع حاجات not good والفيري بتيجي مع الجود. تعال نشوف امثلة عشان تعرف. هنا بيقول لي this house is not big for one person. يعني ايه؟ البيت ده كبير جدا على شخص واحد. انت شايف ده كده حاجة ايه؟ حاجة نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ يعني حاجة سلبية ولا حاجة إيجابية؟ لا طبعا بيت كبير على شخص واحد يبقى اختار to. This house is too big. كبير جدا على مين؟ على شخص واحد. بحط ايه؟ to. اتفقنا ان to بتيجي مع الصفة او بتيجي مع حاجة سلبية negative. Number 2. A big family need a space مسافة big house. يعني عيلة كبيرة محتاجة ايه؟ بيت. دي حاجة نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ يعني حاجة سلبية ولا حاجة إيجابية؟ لا، العيلة الكبيرة عايزة بيت كبير. يبقى very ولا to؟ ها جاوب معايا. طبعا very. A big family need a very big house. يعني العيلة الكبيرة محتاجة بيت كبير. دي حاجة عادية جدا وما فيهاش حاجة سلبية اطلاقا، غير عكس الجملة اللي فوق. تمام. نمبر 3. airplanes travel. الطائرات تسافر نقط fast. الطائرات بتسافر ايه؟ بسرعة. خد بالك كلمة to معناها سرعة جدا و very معناها جدا، بس الاستخدام بيفرق. طيب هنا very ليه بقى؟ لان هنا احنا بنقول الطيارات بتسافر بسرعة كبيرة جدا، مفيش حاجة هنا سلبية خالص. تمام. airplanes travel very fast. Number 4. slow down. بالراحة، امشي بالراحة. you are driving not fast. حد بيقول لحد هدي شوية، انت بتسوق بسرعة جدا. اقول جدا very ولا to؟ لا، انت قلت يا مستر ان كلمة to بتيجي مع حاجات سلبية. السرعة الزيادة تهور، فدي حاجة ايه؟ نيجاتيف، مش حاجة بوزيتيف، حاجة سلبية مش ايجابية. هقول slow down you are driving too fast. ليه؟ لان دي حاجة سلبية مش حاجة ايجابية. تمام. نمبر 5. this is هذا يكون a نقط old story. قصة قديمة جدا. I always enjoy it. أنا دائما بأستمتع بيها. هل في حاجة سلبية هنا؟ لا، حاجة مش سلبية، دي قصة قديمة جدا أنا بستمتع. حط very ولا good ولا to؟ طبعا very. حاجة بتمتعني، يبقى very old story. قصة قديمة جدا بس كل ما اسمعها أنا بستمتع بيها. تعال بقى نشوف الجملة اللي بعدها نفس الموضوع بالظبط. هنستخدم ايه؟ this is نقط هذا يكون old I need to throw it. حاجة قديمة جدا أنا عايز أرميها. حاجة ساعة، لابتوب، تابلت، يبقى ده حاجة سلبية عايز أخلص منها، عاملة لي كركبة في البيت. تمام. أو في أوضتي أو في شنطتي. يبقى this is إيه؟ this is too old. قديم جدا. I need to throw it. أنا محتاج أتخلص منه أو أرميه. تمام. حاجة سلبية. تمام. this is old too old I need to throw it. Number 7. you are أنت تكون young to understand. أنت صغير. تمام. صغير جدا على إن أنت تفهم. طيب دي حاجة سلبية ولا إيجابية؟ لا، حاجة سلبية. أنت صغير جدا يبقى too إيه؟ too young. you are too young. أنت صغير جدا على الفهم. الحاجات دي أكبر من عقلك، مش تفهمها. تمام. نفس الجملة اهي اللي تحت you are very young. أنت صغير جدا and full of energy ومملوء بالحيوية والطاقة. ده الفرق بين الاتنين. تمام. حلها انت بقى ديت، شوف دي very ولا to. ده كان الفرق بين الاتنين، وشكرا والسلام عليكم.